ازيكم يا شباب، معاكم سميدة في حلقه جديده من على المكنه. حلقه النهارده عباره عن الجزء الثاني من تريكات السويقه. يلا بينا نشوف التريكه الاولانيه. اتكلمنا في حلقه قبل كده ازاي لو انت عايز تاخد غرزه بتتعامل مع الموتوسيكل ازاي. النهارده هندي تريكايه كده جديده مختلفه شويه بالاضافه للطريقه القديمه اللي قلناها، وهنحط لكم اللينك ازاي اصلا بتحرك الموتوسيكل لو هتاخد غرزه. بس سريعا كده بدايه، انت وانت راكب على الموتوسيكل بتدي بالبوكس ناحيه اليمين مثلا. لو عايز تروح ناحيه اليمين بتدي الموتوسيكل ناحيه الشمال، لو عايز تروح ناحيه الشمال انا عكست مش مشكله، تدي بالبوكس لتحت. يعني ايه؟ ادي الموتوسيكل اهو، انا عايز اروح ناحيه الشمال فكاني بدي الموتوسيكل بالبوكس لتحت. دي بتحرك الموتوسيكل كده، دي بتستخدمها في الغرز. طب ايه التركايه بقى الجديده اللي جايين نقولها النهارده؟ ان انا هستخدم لا مؤاخذه الفخده. يعني ايه؟ هنفترض ان انا عايز اخد غرزه ناحيه اليمين، فهدي بالبوكس الجدون لتحت، فالموتوسيكل هيروح كده اهو. في نفس الوقت فخدتي الشمال هتزق ناحيه اليمين في نفس الوقت. يعني هي قصه عكسيه شويه، يعني انا بزق كده وبعمل كده، بزق كده برجلي بفخدتي من جوه وايدي بتضرب لتحت ناحيه اليمين، الموتوسيكل هيروح اسرع. القصه دي محتاجه شويه تدريب، بس بالوقت والتدريب هتيجي معاك. يعني دايما خلي في بالك الفخده بتزق في اتجاه افقي والايد بتزق في اتجاه راسي. يعني ايدي بتضرب بالبوكس لتحت وفخدتي بتزق كده، هتلاقي الموتوسيكل راح معاك اسرع ناحيه اليمين. والعكس، ايدي هتزق لتحت ناحيه الشمال وفخدتي اليمين هتزق ناحيه الشمال، هتلاقي الموتوسيكل راح معاك اسرع ناحيه الشمال. دي التركه الاولانيه. التركه الثانيه الانكر بوزيشن، وضع المرساه. احنا عارفين المرساه وظيفته ايه في السفينه؟ وظيفته ان هو يثبت السفينه. طيب وضع المرساه ده هنستخدمه فين؟ هنستخدمه في الملفات. خلينا كده نبص. انا النهارده داخل كورنر، داخل ترن، بميل بالموتوسيكل، انا مايل كده اهوت، رجلي لازم تبقى واخده وضع المرساه. وضع المرساه يعني ايه؟ مشط رجلي هو اللي على سناده الرجل، مش كده مش كده مش كده، مشط رجلي. ليه؟ لسببين. اول حاجه ده سيفتي اكتر، لا قدر الله لو وقعت سواء في الناحيتين، ده رقم واحد. رقم اتنين، وضع بوز رجلك كده على الموتوسيكل، لو الموتوسيكل مال منك وحسيت ان هو هيقع تقدر تدوس بمشط رجلك، هيديك مساحه طالع نازل ان انت تعدل الموتوسيكل سنه، بتحسها بالسنس وبالوقت. فوضع المرساه مهم جدا في الكورنرات زي ما احنا قلنا كده، مشط رجلك هو اللي على الدواسه، ولو حسيت ان الموتوسيكل بيخونك الناحيه الثانيه تديله دوسه كده هتعدله سنه تانيه. في النهايه يا رب ما نكونش طولنا عليكم، ونشوفكم الحلقه الجايه على المكنه.